تعملوا ايه؟ بنحمل الطلبات دي يا حاج عشان في عربيه تانيه نحملها ان شاء الله. ايه يا دلال؟ حضرتوا يا بنتي الطلبيه بتاع الحاج نصر؟ انا اديت الاوردر لزكي من اول ما وصلني يا حاج. اوردر وزكي؟ انتوا هتشعطونا لبعض، ايه الحكايه؟ الراجل زعلان مننا. مفيش حاجه يا حاج، في شويه نواقص بس بنكملها من السوق. نفس الكلام الخايب، وبعدين بقى انتوا هتقرفوني. حضرت طلبيه طنطا؟ ايوه يا حاج جاهزه. طب هاتي الورق وتعالي ورايا. حالا. اتفضل يا حاج. برضه يا حاج، هو انت مش هتبطل الحركات دي بقى؟ حركات؟ حركات ايه يا بنتي؟ انا بتاع حركات؟ انا جيت امسك الورق، انما ايدي مدت نفسها ومسكتك انت. ايه في ايه؟ وانا فيها كهرباء ولا ايه؟ حاجه زي كده. خد بالك بعد كده عشان ما يحصلش مس. يحصل مس؟ هو لسه هيحصل مس؟ يا بنتي المس حصل وخلاص. حصل فين؟ حصل جوه، جوه قوي في قلبي. انت مش حاسه ولا ايه؟ يا حاج هزعل. انت ليه محسسني ان في نظرك مش تمام؟ مش تمام؟ وهتزعلي؟ تزعلي لما انا قلبي رفرف من جوه، لما بشوف على الصبح الوش السمح ده، ولا عينيا بتزغلل لما بلاقي ابتسامتك الحلوه دي بتنور لي الدنيا، ولا جسمي كله بيترعش لما بشوف القالب اللي احلى من قالب الزبده ده قدامي. يا حاج كده كتير قوي. لا هزعل، انت فاكرني ايه؟ بس يا بنتي انت هتزيحي ولا ايه؟ صباح العصافير يا حاج. يخرب بيت العصافير، دي خلقة واحد يقول عصافير؟ امال مين يقول صباح العقارب، صباح الحمير؟ جاتك خيبة على منظرك. انا عملت ايه يا حاج؟ سيب ده، ما تعملش حاجة، امشي اطلع بره، امشي. هدي اعصابك يا حاج، مش كده. تأمرني بحاجة تانية؟ استغفر الله العظيم. انا بصراحة نفسي امرك بحاجات كتير، بس مش وقته. طيب الحاج سعد بره. جاته خيبة، ما انا شفت خلقته. خليه مرزوع بره دلوقتي لما راجع الورق اللي انت جبتيه ده. عيني، عن اذنك يا حاج. إذني كله معاكي. لا إله إلا الله. بصراحة ربنا البت دي. اتفضل يا استاذ ايهاب، اتفضل اقعد. في حاجه يا استاذ جمال؟ في حاجه مما لا شك فيه، فان اصابع الاتهام تشير الى تورط وزاره رجال الاعمال وقيادات سياسيه في عمليه تسهيل الاستيلاء على اموال البنوك والهروب بها الى خارج البلاد. يا نهار اسود، ايه اللي انت كاتبه ده؟ ماله اللي انا كاتبه فيه؟ انا مش عارف انت عايز تعمل فينا ايه. الكلام اللي انت كاتبه ده غير مقبول على الاطلاق. طب يا استاذ جمال بس كمل المقال وبعدين نتكلم. اكمل؟ وده كلام يتكمل؟ بلاش حبوب الشجاعه اللي انت واخدها دي. الجورنال عايزينه شغال ولا انت عايز تقفله؟ عموما يا استاذ جمال انا ما بكتبش حاجه من مخي، انا بكتب اللي بيقولوه الناس. الناس تقول زي ما هي عايزه، لكن احنا نكتب اللي ما يضرناش. عايز تقول ايه يا استاذ جمال؟ عايز اقول لك ان في زمايل ليك بتقدم تقارير لامن الدوله عن كل شيء بيحصل هنا، وانا جالي اكتر من تحذير بسببك. يعني سيادتك المطلوب ننافق عشان نرضي الساده الكبار ورجاله امن الدوله. ايهاب، انت صحفي موهوب، بس لازم تعرف ان كل شيء ليه حدود. امال فين حريه الصحافه يا فندم اللي الساده المسؤولين كل شويه يقعدوا يتكلموا عنها؟ طبعا موجوده، بس في حدود اللي مسموح بيه وبس. يعني ايه يا استاذ جمال؟ يعني هتشطب اي كلمه فيها تصريح او تلميح عن القياده السياسيه. فاهم؟ وكده بقى المقال ممكن يمشي، ولا تحب ننقلك قسم الوفيات؟ ده القسم الوحيد اللي انت ما رحتوش. مش عارف ايه الجهل اللي احنا عايشين فيه ده، مش مصدق نفسي. ولا يهمك يا بابا، هي دي يعني اول مره يرفض لك فيها مقال؟ وبعدين يعني موضوعاتك كلها جريئه،
وناوي تخش عش الدبابير، وقلت لك الموضوع ده كذا مره قبل كده وانت برضو مصمم ومفيش فايده. طب بقول لك انا مخنوق، مش قادر اقعد في مكان عام ومش عايز اشوف حد. ما تيجي نقعد في مكان كده، ما تيجي نروح شقه يوسف اخويا. تاني هيقول لي شقه يوسف؟ اصل بصراحه انا عايز افضفض معاكي وعايز اتكلم براحتي، مش عايز اشوف حد. افرضي عايز اقول لك كلمه كده ولا كده عايز امسك ايديكي من غير ما حد يبص علينا بفضول وقله ذوق. خلاص انا مش عايزاك تزعل نفسك لما نبقى نتجوز يا حبيبي. يا دي نتجوز دي، معقوله يا ريم الافكار اللي بتفكري فيها دي؟ حبيبتي الجواز ده موضوع تاني، انا لحقت اعمل حاجه في مستقبلي. اصبري يا حبيبتي اصبري. طب انا عايزه اسالك سؤال، هو مش الحاج جايب ليوسف شقه؟ ليه ما جابلكش انت كمان شقه زيه؟ الحقيقه ده سؤال وجيه. واحنا اخوات صحيح، اخوات شقق بجد، بس فينا خيار وفقوس. البركه في الحاج. قولي لي ها، يلا نروح. برضه هيقول لي نروح؟ هي ايه؟ انا قلت لك قبل كده مش هينفع اعمل كده، انا اخلاقي ما تسمحليش. يا دي الاخلاق، ايه في ايه دلوقتي اللي دخل الاخلاق؟ مفيش يا حبيبتي تعارض بين الاخلاق والمشاعر. انا ما بحبش اغضب ربنا. تمام. دي من عايز اسالك، هو انت مؤمنه بالحب ولا لا؟ طبعا مؤمنه بيه، ولا انا بحبك ازاي؟ وانا كمان بحبك، عشان كده بقول لك انت عارفين انا صادق في مشاعري، ما بحبش اكذب. انا عارفه انك ما بتكدبش، بس انا عندي مبدأ. يا ستي تمام. عموما انا مش هضغط عليكي، هسيبك، بس اطلب منك طلب لو سمحتي، من فضلك حاولي تراجعي افكارك الرجعيه دي. افكار الرجعيه دي بقى؟ انا مش فاهم الحاج صابر ده ايه اللي جراله عشان تجنجدنا وراك المستشفى كده؟ ايه يا حاج، هتفهم كل حاجه دلوقتي. لا اله الا الله. بعد اذنك. اتفضل. ادخل. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازاي الحال دلوقتي؟ طمني. يا حميد يا حاج. ربنا ما يحرمناش منك. الحمد لله، ربنا يطمنا عليها. انا معايا ضيوفه كمان. خليهم يتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. دقيقه واحده. اتفضل يا حاج. يا عم صابر، ايه ده؟ ايه بقى الحركه الزفت اللي عملتها معايا دي؟ ولا حركه ولا حاجه يا حاج. ابنك كمال كلمني عشان امه تعبانه اوديها القصر العيني، وانت عارف هي ما استريحتش في القصر العيني قبل كده. قلت اجيبها هنا. اقعد بقى مع ابنك وخده في حضنك وتصافوا مع بعض، ابوك يا كمال. اتفضل يا حاج. يا سلام، ارتحت بقى دلوقتي؟ جرجرتوني لغايه هنا عشان ادفع لكم حساب المستشفى؟ اقسم بالله ما اعرف انك انت جاي، واللي قاله لك الحاج جده هو اللي حصل. وبعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصلت بيك ما كنتش هترد عليا. طبعا ما كنتش هرد عليك. هرد عليك بتاع ايه؟ بعد ما عملت لي فضيحه في الوكاله وقدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش. ما هو ما كانش ينفع اسيب امي عيانه ومريضه وانت مش عايز تديني حقي، وكمان انا معيش فلوس واسكت. حقك؟ حقك ده يالا كسر حقك. قال حقك قال. انت فاكر ان انا هجيب مطبعه واقعد اطبع لك فيها فلوس؟ وانت يا حبيبي مش حبيت تقعد جنب الست امك؟ خلاص خليها تنفعك. صحيح مش هننفع، بس نفعتك انت. الخير اللي انت فيه ده كله سببه فلوسي اللي ضحكت عليا وخدتها مني، واخرتها رميتني الرميهاتي. نعم، فلوسك؟ فلوسك ده يا ام فلوس جراها وليا. انت فاهم ان فلوسك دي هي اللي معيشاني في العز والنعيم ده ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فلوسي دي انا عملتها بعرقي وبجهدي، وكفايه ان انا ربيت لك ابنك لغايه ما بقى زي البغل وعلمته كمان. علمته؟ ده انت مضيني على كمبيالات باكتر من اللي صرفته عليا 100 مره. اخلص يالا، انت ما عندكش ايمان بربنا؟ انت مش عارف ان ربنا في القران الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ وقال المال الاول. انا ما مضيتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس. لا لا لا، مش هي دي الحقيقه. وهنفترض اللي انت بتقوله ده صح، في اب يمضي ابنه على كمبيالات عشان يصرف عليه؟ يعني بتطلعني كذاب يا كلب؟ طبعا، ما انت تربيه واطيه، هتقول ايه غير كده؟ لكن لا، انا مضيتك لاني عارف ان انتوا ناس واطيين، ناس متغاظين مني، حاقدين عليا، عايزين تمصوني وتقلبوني. ايه ده ايه ده ايه يا حاج؟ صوتك طالع لغايه بره. انا جايبكم هنا عشان تتصافوا مش تتخانقوا مع بعض. اخلص انت، مالكش دعوه خالص. انت اللي عملت فيا كده،
انت اللي جايبني للعالم السوي دي علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم. دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني، عايزين يقلبوني. جاتك نيله عليك وعلى قرعتك وعلى شعرك. حسبي الله ونعم الوكيل. ده انتوا على ما تعرفوش ربنا. لا اله الا الله. نتفاهم يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول واقف في وشه. انا اسف يا كمال، انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي انكم تتصافوا مع بعض. انت كان قصدك خير يا حاج، بس من فضلك ما تعملش حاجه زي دي تاني الا لما تاخد رايي الاول. لا عيني يا كمال، تحت امرك حبيبي. وبعدين ما تعتلوش هم، انا دفعت لكم حق المستشفى. ما ننحرموش منك ابدا يا حاج جاد من يوم اللي حصل مع سيد، وانت مراعينا يا اخويا. ربنا يكرمك ويديلك على قد نيتك. افضلك علينا كده. ده عيب يا كمال، عيب. افضل ايه وكلام فارغ ايه؟ جدك الله يرحمه ابو والدتك ليه فضل عليا، علمني السوق على حق. انا عايز اقول لك حاجه يا كمال، انا ماليش اخوات صغيرين، انا بعتبرك اخويا الصغير. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. ولا منك حبيبي. الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحكت عليا زي العالم البلاوي اللي خدني عندهم دول. بيحاول يرد المعنى باللي هو شايفه يا حاج، بس انت في حاجه مضايقاك غير جاد يا حاج. لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ انا هاجي معاك. يا جماعه فين؟ انت معكش عربيه؟ لا ما هو زكي عدى عليها الصبح، رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعال يا راجل تعال. ماشي. اتفضل يا حاج. بس عاجبني انت فييس. اخد تاكس. اخد تاكس ازاي بقى؟ هو انت معاك فلوس؟ مع ايه؟ ايه؟ يا خبر ابيض، الفلوس يا زكي! 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 ايوه هات الفلوس. الفلوس اهي، انا عديتهم مره تانية وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه؟ تقابلني الصبح على باب البنك، هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع، تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح، يجي يلاقيه. تأمرني يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل. سلام يا برنس. يوسف يوسف سلامتك يا يوسف، ألف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا حاجه دوسه. تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ ايه يا يوسف اللي انت بتقوله ده؟ يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ الف سلام عليك يا حبيبي. والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه للدرجه دي؟ طبعا يا حاج، مش انا اللي بربيه وهو لسه في اللفه، اللي هيجيله ضربه في ايده وفي قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا الجرح طلع سطحي، انما انا كنت هسوق على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. وانتوا لغايه دلوقتي يا حاج ما عرفتوش مين اللي عمل العمله دي؟ ما انا لو عرفت كنت قلت لهم في التحقيق بتاع النيابه. اكيد حد بقى راقبنا بقاله كذا يوم وقطرنا. انت شاكك في حد معين يا يوسف؟ اشك في مين يعني؟ بس هو اكيد حد من المنطقه، حد شايفنا في الراحه وفي الجايه وعارف ان احنا شايلين فلوس واحنا مروحين. ايوه، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. الهي يا رب اللي خد منك الفلوس دي تخش عليه بالحرام ونجيب له 100 مصيبه تشيله ان شاء الله يا رب. هو هيخرج من المستشفى امتى يا بابا؟ النهارده ان شاء الله. بقول لك يا حاج. نعم يا ابني. لا خلاص خلاص. انت كنت عايز تقول حاجه يا يوسف ورجعت في كلامك. كنت اقول حاجه كده جت في بالي بس استغفر الله العظيم بقى. يلا خلاص مش مهم بقى. في ايه يا يوسف؟ ما تقول، انت هتقلقنا ليه؟ بتتكلم يا ابني. الحاج جاد يا حاج. ماله الحاج جاد؟ يكونش هو؟ تفتكر؟ مش عارف، بس بصراحه يعني هو الجدع ده دماغه سم. اما لو كان ده حصل بجد يبقى دخل في حاره ضلمه وسد
وهيتخرب بيته ان شاء الله هو واللي خلفوه. بس يا يوسف ده مجرد يعني احساس، ولا انت عندك دليل ضده؟ عندي دليل منين؟ ولا عندي دليل ولا حاجه. بس اصل بصراحه كلامه ليا في الصين كان بيهددني يا حاج. ايوه بس دي مجرد تكهنات، ما ينفعش تتهمه اتهام خطير زي ده، ولا ايه يا حاج؟ كده ادخل. يا جو انت خارج ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ كنت عايز منك حاجه. حاجه ايه؟ يعني كنت مزنوق في 10000 جنيه. ايه يا عم ايهاب الطلبات الاوفر دي؟ 10000 جنيه مبلغ اوفر بالنسبه لك يا يوسف؟ عارف انتوا مشكلتكم فيها يا بوب؟ ان انتوا فاهمين الحاج منغنغني شغل بقى وحسابات في البنوك ويخوت واللازم منه. يا عم انا جبت سيره الحاج دلوقتي، انا طالب منك مبلغ سلف وعارف انه مبلغ هايف بالنسبه لك، عايز تدوني مش عايز ولا كاني طلبت منك اي حاجه. لا ما تفهمنيش غلط، ما انا لو معايا هديهم لك صدقني. كده تمام يا يوسف، واسف اني ازعجك. لا بقول لك ايه، انت زعلت ولا ايه؟ لا يا عم ازعل ليه؟ عادي، ولا كأن حاجه حصلت، عادي يا اخويا. طب اسمع، استغفر الله العظيم يا رب، اديني فرصه لحد بكره وانا هحاول ادبرهم لك. اصل انا كده ما قداميش سكه غير الحاج، وانت عارف الحاج ما بيطلعش جنيه غير بوصل. من غير ما تقول يا جو، انا قبل ما اجي اطلب منك كتبت الايصال وخليته على الامضاء. الحاجات دي مفهومه يا جو؟ ماشي خلاص، خليه لبكره بقى. طب تحب تاخد الايصال يمكن يساعدك تنجز لي بسرعه؟ والله ماشي، يبقى احسن. طب انت مش هتمضي؟ برضه يا حاج هتمشي وتسيبني لوحدي؟ وبعدين يا بنتي ما احنا اتفقنا على كده. طب بقول لك ما تخليني انزل الشغل معاك تاني. يوه، ما انت قاعده في بيتك معززه ومكرمه وزي الفل. ما انت يا حاج قلت لي هتجيلي يومين 3 في الاسبوع بس، ترضى يعني ان مراتك تقعد وشها في وش الحيطه؟ وش حيطه ازاي بقى؟ انت مش قلتي انك هتجيبي امك تقعد معاكي في البيت؟ جرى ايه يا حاج؟ هو انت مش عايز تصطبح بوشي ولا ايه؟ على الاقل ابقى قدام عينيك وانت قدام عينيا. يا سلام، هو انا هقدر استغنى عنك ابدا؟ ده انا نفسي تفضلي قدامي كده ليل ونهار على طول. وبعدين ما تقلقيش، دلوقتي الموبايل قرب المسافات. طب بقول لك ايه يا حاج، ما تفتح لي كده محل ولا بوتيك على الاقل يعني اتسلى في غيابك. لا اله الا الله، محل ولا بوتيك؟ لا بقول لك ايه، اذا كان نفسك قوي تنزلي الشغل من بكره انزلي الشغل، انا ما عنديش اي مانع. والحاج سيد اتاخر ليه؟ زمانه جاي. طب ما تتصلي بيه يا بنتي تشوفيه هيجي امتى؟ ما تقلقش يا حاج جابر، زمانه جاي. يا دلال، نعم. هاتي لي كشف حساب الحاج رضوان. الاستاذ يوسف لسه ما جابهوش. انا اسف يا دكتور حسين، ما خدتش بالي والله. بالمناسبه العينات وصلت، ايه رايك تشوف العينات يكون استاذ يوسف جه؟ قوي قوي، ده انا كل شوق. اتفضل اتفضل اتفضل. بص بقى، ده ما نزلش السوق خالص. نجربها بس سوقها لسه جديد يا. شوف يا دكتور، ايوه خليك مع الاستاذ يوسف وانت تكسب. ولعلمك بقى 100 واحد كان عايز ياخد الصنف ده، بس الاستاذ يوسف قال لا، الدكتور حسين اولى. طبعا. الكميه اللي جايه قد ايه؟ كونتينر يعني الحته تقف بكام يعني؟ لا انا ما ينفعش اتكلم في الحاجات دي تتكلم فيها مع الاستاذ يوسف، وابعد عن الحاج لان الحاج صعب قوي. بالمناسبه يا دكتور، اتفضل حضرتك. عدم المؤاخذه يعني، سؤال كده. اتفضل. بعيد عنك يعني، انا لما باجي انام يعني بالليل بحس كده بألم كده في فم المعده. ما عندكش علاج للحكايه ده يا دكتور؟ انت عارف ان انا بطلت الدكتوره دي من زمان وقلبت العياده مخزن. وليه كده؟ هي البلد ناقصه دكاتره. بقول لك يا زكي، فك كيسك كده وتابع مع دكتور بطن يا اخي. اهلا بيك. دي زياره عالية على البال والله. اهلا يا مرحبا. اهلا بيكم. شوف بقى يا حاج سيد، في الحقيقه انا جيت لغايه بيتك هنا عشان احط ايدي في ايدك، عشان ما يبقاش في بينا مشاكل ولا عداوه. وبصراحة ما ينفعش يا حاج سيد ان كل الدنيا تبقى فاهمة ان جاد هو السبب في قتل استاذ يوسف، والكلام ده مش مظبوط طبعا. الله 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 الله. ايه يا يوسف،
انت سيحت الحاج وقلت انه قتل قتله لا لا اعوذ بالله، ده كانت ساعه الحادثه كده يعني، وكان الواحد اعصابه برضه انت فاهمه يا ست الكل، وكلمتين في لحظه غضب وخلصوا. يعني صافيه لبن حليب يا قشطه. قولي لي يا قشطه، اخبار الشغل معاكي ايه ان شاء الله؟ لا ده انا زعلانه منك بجد يا حاج. يعني ينفع تروح تشتري هدومك من بره وما تجيش عندي؟ لا لا دي عندك حق، انا غلطان. الله، هي الهانم شغاله في الازياء الرجالي ولا ايه؟ انا كل اللي عندي سينيهات. صيني؟ بسم الله لا ما لا شاء الله. سنيهات يعني ماركات يا حاج. مش صيني؟ لا امريكاني وانجليزي. طب الحمد لله. اهلا اهلا. لا لا ده الواحد بقى يجي، مش معقول بقى نروح بره نشتري لبس يعني، الهانم تلبسنا. يا سلام، ده انت هتشرفني. هو انت مش قلتي لي ان انت هتبعتي لي زمايلك؟ بكره هيكون عندك 2 اصحابي. يا قمر انت بموت فيكي. طيب نستأذن احنا بقى علشان وقت اتأخرنا. لا 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 تستأذنوا فين؟ على طالما حد ماشي. اقعد يا راجل، اقعد مكاني هنا. اتفضل اتفضل. الله، ده انا ما صدقتكم موجودين. انا اصلي كنت هتعشى لوحدي، لان الواد ايهاب خرج وراه شغل، وبعدين يوسف كمان. يوسف وراه مشوار مهم هيقوم. انا قوم شوف الستات اللي مستنيينك والحاجات دي. طب بالهنا والشفا. يلا بالهنا والشفا. سلام عليكم. عليك اخضر يا حبيبي. سلام عليكم. بالسلامة. اهلا اهلا اهلا. عليا الطلاق بالثلاثة، احنا زرنا النبي النهارده. ماشي يا حجيج، ماشي اسمع يا ابني، بقول لك ايه، الحاج بيقول لك لو عايز تخش الفيلا ما تخشش من هنا، بخش من اي حته ورا، لا رايح المطبخ ولا حاجه. هو بيستعر مني ولا ايه؟ قول له ما يخافش، مش هفضحه قدام الغرب. يا عم ما انت لسه هتحور وتقعد تتهتهلي وتعمل لي، ما تخلص اسمع ونفذ. حاضر يا يوسف هنفذ. اوعى كده اوعى كده من قدام العربيه. ايه؟ نضفت لك العربيه. السلام عليكم يا عم حسونه. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وحيد بيك. العربيه بقت ما شاء الله عروسه. ربنا ما يحرمني منك ويخليك ليا يا رب. ربنا يكتب سلامتك. مع الف سلامه. على مالك وانت ماشي؟ حاسب. ايه مالك يا وحيد؟ سلامتك في ايه؟ هو انت ورايا حتى سيد زهداء، انت الظالم ومفتري وانا مش بحبك. سامعين اللي ابوك عامل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تحترم يا بنفسك يا بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش هيقعد هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيلا. حرام عليك يا بابا. الفيلا ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تدخلهاش تاني. انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي؟ اتراخر بقى يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقه الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد ايه ده كلب؟ انت بتكتب ورق يا حاج. ورق ايه؟ انا فاكر حاجه. وحيد يا حبيبي تعالى عشان خاطري. يا وحيد ما تخافش من حاجه يا وحيد. واخد في وشك كده ورايح على فين يعني؟ مش عارف يا سما، مش عارف. ما تخافش يا وحيد، ارجع معايا عشان خاطري. وبعدين بابا صدقني مش هيقدر يعمل لك حاجه تاني بعد كده. وانا ايه اللي يضمن لي؟ انا مش هتقدري تعملي حاجه. يا ايهاب خليه يخش بقى معانا. ايهاب، انا عايز اروح لكمال.
خد يا وحيد، الكارت ده فيه كل المعلومات اللي توصلك لكمال، اوعى يضيع منك. وحيد وحيد انت رايح فين يا وحيد؟ سيبيه يا سمر، سيبيه، هو كده ماشي في الطريق الصح، وارجوكي مش عايز حد يعرف خبر بموضوع الكارت ده. يعني يا وحيد لا معاك بطاقه ولا فلوس ولا عارف عنوان اخوك. انا مش حافظ العنوان، بس لو شفت البيت هعرفه. بقول لك يا باشا الجدع ده ولا عبيط ولا حاجه، ده بيستقبل يا باشا، ده شكله خطر على امن الدوله يا باشا، على البلد كلها يا باشا. ده حسابك كام يا اسطى؟ 25 جنيه يا باشا. خد 25 جنيه هم وانا هاخدهم من اخوه لما يجي. شكرا يا سعاده الباشا، خلينا الامن والامان يا باشا. السلام عليكم. اقعد يا وحيد. ممكن كوبايه ميه؟ كمان ميه؟ ماشي. هات كوبايه ميه عسكري. احكي لي بقى الموضوع من الاول. انا كنت رايح اجيب الورقه العرفي اللي بتثبت ان انا ابن سيد الدقاق، والورقه دي موجوده مع كمال. وكمال نجيبه ازاي بقى؟ الكارت ده فيه كل حاجة عن كمال. بونجور يا جوجو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا صباح الجمال، يا صباح الرشاقة، يا صباح القشطة، يا اللي جمالك ما شفتوش لا في السوق العالمية ولا المحلية. ميرسي يا حبيبي. على فين كده يا حبيبتي؟ هيكون على فين يا روحي؟ رايحه البوتيك طبعا، ما انت عارف. طب انا عارف، بس ساعات كتير بحب استقبل. حبيبي انت مش محتاج ساعات انك تقصد تستهبل. المهم طمنيني يا حبيبتي عليكي وعلى شغلك، اخبار البوتيك ايه؟ انت مش محتاجه اي حاجه؟ لا يا حبيبي انا فعلا محتاجه حاجه. اموريني يا حبيبتي، انت تقولي بس يا جاد انا محتاجه ده ومحتاجه ده ومحتاجه ده، كل الدهات دي كلها تلاقيها متدهوله تحت رجليكي. لا ده انت النهارده صاحي مودك عالي قوي. طبعا مود عالي، وليه ما يبقاش مود عالي؟ حد يصطبح بالوش الجميل ده وموده ما يبقاش عالي؟ ده لو مودي معليش معاكي يبقى مودي حمار. طب حلو قوي، طالما مودك عالي يبقى انا عايزه فلوس. اموريني، عاوزه كام؟ عايزه 250,000 جنيه بس. لا كده مودي باظ شويه، وممكن ضغطي يعلى كمان. بقى كده؟ طيب يا جاد انا مش عايزه منك حاجه خالص. حبيبتي انا بهزر معاكي. عاوزاهم ليه؟ كنت عامله اوردر فساتين سواريهات، وصل قبل ما اجهز له الفلوس. الفلوس هيكونوا تحت رجليك النهارده. طب كويس قوي، انا همشي بقى، بس بليز بليز يا جاد ما تنساش تحضر الفلوس اللي عايزاها لحسن بجد 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 هخصمك. لا الا تخصميني دي، انت لو خصمتيني يا لقاء يوم ايه؟ ساعة واحدة اعتبريني في الساعة دي انتحرت. طب بجد بقى انا بخصمك. اعتبريني انتحرت. وزي ما قلت لسعادتك، وحيد اخويا ما عندوش اثبات شخصيه، وبالورقه دي هنبتدي نمشي في اجراءاتنا ونطلع له شهاده ميلاد وبطاقه. انا هكتب لوحيد اخوك على افراج بضمان محل اقامتك انت، بس لازم في اسرع وقت تنشره في اجراءات البطاقه علشان عدم وجودها خطر. احنا متشكرين قوي يا فندم. ندي لي هنا لو سمحت. هو انا مش همضي؟ ابن الكمال كفايه. واحد بيقول لي ان حضرتك دفعت له اجره التاكسي. مش هتفرق يعني. لا معلش يا فندم، انا مصمم ادفعها. هما كانوا كام؟ 30 جنيه تقريبا. هم مش كانوا وحيد نمت كويس؟ الحمد لله
صليت الفجر ونمت على طول. انما قول لي، انت ازاي تهرب من البيت؟ في حد يعمل كده يا وحيد؟ أول ما إيهاب قال لي طرت من الفرحة وجريت في الشارع، ركبت في التاكسي وأنا مش عارف معايا فلوس ولا لأ. اللي نفعني الكارت اللي اداهولي إيهاب. كنت هموت واشوف الورقه. الورقه دي يا وحيد اول خيط نقدر نضغط بيه على سيد الدلال. ابويا نفسي اقولها له من قلبي، بس هو مش بيديني الفرصه. دي ورقه جواز والدتك يا وحيد. أنا متشكر أوي يا كمال. ما تشكرنيش وما تقولش اي حاجه، ده واجب عليا وحقك. ربنا ما يحرمني منك أبدا. أستأذن. الله، رايح فين؟ همشي. تمشي؟ انت هتفضل معايا هنا لحد ما الاقي لك شغلانه والارزاق على الله. بس أنا مش عايز أعمل لك قلق. قلق؟ يا وحيد ده انت اخويا الصغير. بجد؟ بجد ايه؟ بجد أنا أخوك؟ طبعا اخويا، ولحمي ودمي كمان. ربنا ما يحرمني منك. كمل. ربنا ما يحرمني منك يا اخويا. عايز اسمعها منك يا وحيد. ربنا ما يحرمني منك يا اخويا. في ايه؟ مال وحيد؟ اصل عمر ما حد حضني، ولا اب ولا اخ. انت اول واحد يحضني. وبلاش الكلام اللي يقطع القلب ده يا ولاد. يلا ناكلوا لقمه سوا. بسم الله. يلا يا بطل، امي عامله لك اكله بقى، انما هتاكل صوابعك وراها. تاكل وتخش تاخد دش، وهديك بيجامه من بتوعي، بس هي يعني هتطلع ضيقه عليك سنه، بس وعد بكره هجيب لك هدوم كويسه. ربنا يخليكم لبعض. انا رايي ان ورقه الجواز العرفي دي تفضل معايا انا. معايا هتبقى في امان اكتر. انا كمان رايي كده، بس عايزك تعمل لي منها صوره. من غير ما تقول يا وحيد، هعمل لك منها 20 صوره لغايه لما نشوف هنعمل بيها ايه. خد اعمل بيها اللي انت عايزه. تشرب قهوه يا وحيد يا ابني. كتر خيرك يا حاج. بابا. بابا ده انت اللي بابا. ما تدخلني ولا انت ناوي تطردني ولا ايه؟ لا اتفضل. حلو قوي قوي قوي. ايه مالك؟ اتخضيت كده لما شفتني، كأنك يا ابني شفت عفريت قصادك. لا ابدا، انا بس اتفاجئت يعني. ما كنتش متوقع انك انت ممكن تتنازل وتجيلنا هنا. ربنا يفاجئك تاني. اتفضل اتفضل اتفضلوا، اقعدوا واقفين ليه؟ اهلا اهلا اهلا. يا مرحب. يا كمال، فين الورقه اللي انت قلت لاخوك ايهاب عليها؟
ورقة ايه؟ ورقة ايه؟ الورقة اللي امك اديتها لك. الورقة معايا أنا، مش هتاخدها. بقول يا كمان حق لامك والا انا ممكن افرمكم. اسمع يا كمال، بص يا حبيبي، اديني الورقة المتصورة اللي معاك دي وانا هقول يا دار ما دخلك شر، كأن مفيش حاجة حصلت، وهبسطك بعديها جدا. بين لي انت بس حسن نية وشوف انا هعمل معاك ايه. انا مش ممكن ابدا. والله ما تتعب نفسك وترد، انا مديك وقتك، خد وقتك فكر وبعدين برد عليا، وان شاء الله هنوصل لخير باذن الله. فوتكم بعافيه. انا متشكر ليكم. سلام عليكم. خلاص مشي. هو كان المفروض انه زمان خلاص مشي، انما ربنا كرمني وخلاني اشوفك حبيبي. همشي من غير ما اشوفك. تعالى يا ابني، تعالى، مالك انت خايف مني؟ ده انا حبيبك، انا بطلع كده وبعدين بنزل على مفيش، انما انت احبب حد عندي يا حبيبي ده والله. وبعدين انا كنت مكسوف اروح دلوقتي، مش عارف اودي وشي فين من بنت سمر ومن الست فردوس. الناس بيحبوك قوي، انا ما اعرفش ان ليك الشعبيه الكبيره دي، ده انت لازم تخش الانتخابات. بقول لك ايه يا كمال، انا هاخد حبيبي معايا، ممكن؟ والله اللي يختار. ما هو اللي هيختار، وانا عمري خليته ما يختارش. اختار اهو، اختار، هو مبسوط عايز يجي معايا. تعالى يا حبيبي، تعالى زي ما قلت لك يا كمال، ان اديتك فرصه فكر وربنا يكرم ان شاء الله. تعالى، ده انا هبسطك، ده انت حبيبي. تعالى يلا. الحمد لله. بقول لك ايه رايك تيجي معايا الوكاله؟ انت بتتكلم جد يا يوسف؟ بتكلم جد، ده وبالمره يعني تلاقي حاجه تعملها تسليك بدل القعده في البيت ليل ونهار كده، واخليك تقرب كمان من الحاج يا عم وحيد. طب اغير هدوم؟ لا تعالى زي ما انت كده، تعالى زي ما انت. يلا تعالى قدام، تعالى اركب جنبي قدام. نفض هدومك كده الاول. ايوه يلا اركب بقى. ابسط يا عم وحيد، اديني فرجتك على الوكاله حته. ما دخلناش هنا. ده مكتب الحاج سيد. تفرجني عليه؟ لا تعالى، مش دلوقتي. تعالى يا وحيد، تعالى بس. انا هشتغل ايه يا يوسف؟ تشتغل مع صالح. صالح مين؟ صالح الساعي. يا صالح انت يا زفت. امرك يا يوسف بيه. وحيد هيساعدك تشوفه وتعرفه ايه نظام شغلك. مساعد مرمطون؟ ما تقولش مرمطون، انت اصلا تطلع مين؟ قول له انا مين؟ وحيد. خلاص اسمع الكلام، انا مش عايز وحيد يشتكي منك. يلا. وماله، نسمع الكلام. تعال. طب اسمع يا وحيد، انا هقول لك على حاجه. انا هعمل معاك حاجه هتفتكرها لي طول العمر. هشوف لك حته شغلانه، ايه رايك؟ انا هشغلك على عربياتنا، هشغلك تباع ملك. طب بعد اذنك. الو. تعرف يا شوشو. تعرف يا شوشو ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ مش عارفه. ولا ايهاب، الناس دايما بيسمعوا له، بيسكتوا خالص ما بيتكلم.
بيسكتوا، وانا بيبقى معايا الفلوس وانا اللي ماسك شغل ابويا، محدش بيسمع لي ابدا. تفتكري انا الصح ولا هو؟ انت مالك؟ وانا صغير ابويا قال لي ايه؟ قال لي وانت هتعمل ايه بالشهاده؟ الشهاده دي حته ورقه، انا مش هعمل بيها حاجه. هو ايهاب بقى معاه الورقه وانا معايا الفلوس. عارفه يوم ما كنا في بيت الوزير الناس كلها كانت عماله تسمعه قوي قوي، وانا بقيت واقف كده، بقيت بصراحه واقف، كنت مدهوش، كنت مدهوش، كنت مش عارف مين الصح، ايهاب ولا انا. انت طبعا يا حبيبي اللي صح، بس مش عايزاك تنسى الموضوع اللي طلبته منك. عايزه فلوس، فلوس كتير على فكره، فلوس كتير. اكبشي وخدي اللي انت عايزاه، خدي الفلوس اللي انت عايزاها. دماغي هتولع. بتهدي نفسك يا جاد، كل عقده وليها حلال. كان نفسي اجيب البضاعه بتاعتي قبل هو ما ينزلها السوق، اخليه يقعد جنب البضاعه بتاعته ويولول ويلطم زي الستات، لكن للاسف جابها قبل مني ونزلها بسعر قليل جدا. خلاص يا سيدي انت كمان نزل السعر بدل ما تقعد في المخازن كده. ما ينفعش يا لقاء، انا بضاعتي غاليه جدا، انا بشتريها بايدي في السوق وبقف على تشوينها لغايه ما تتحمل وتوصل لغايه هنا. مش كفايه يضربني في طلبيه الجلد، ناقص كمان يضربني في طلبيه البلاستيك. ايه المشكله لما تخسر لك قرشين يعني بدل ما الراجل يضحك عليك؟ ما ينفعش، الخساره هتبقى كبيره جدا يا لقاء. ماشي يا ساده دقاق، انا وانت والزمن طويل. خليك قوي يا جاد، انت تاجر ليك اسمك في السوق كبير قوي، ما تخليش حاجه تهزك. لا تهزني مين؟ الجايات اكتر يا لقاء، هيروح مني فين؟ اوعى لما تشوف يبان عليك حاجه، اتعامل معاه عادي ولا كأن في حاجه حصلت. طبعا حبيبتي، هو ده اللي هعمله بالظبط. انا اللي دماغي خفيفه برضه يا راجل ده انت حجرين وفي التالت عينيك حدفت عامل زي العربيه اللي عايزه ظبط زوايا. كده ماشي يا حاج سيد. اما نشوف بقى يا اخويا على اخر الليل هتقدر تسلك طولك وتمشي على رجليك ولا لا؟ يا عم حفظ الحاج سيد ده دماغه مصفحه. قول له يا عم الحجاج، قول له ده منه مش واخد باله ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالحاج جاد. الله يخليك يا حاج سيد. اخبارك ايه يا عمنا؟ الحمد لله ماشي الحال. والشغل عامل ايه معاك؟ اهو مفيش جديد. والله انت ابن حلال يا اخي، انا بفكر اهج من البلد واسيبها للزباين وامشي. ليه يا حاج سيد اخو خير؟ الزباين هريني ومحدش عنده صبر، كله عايز اول باول. الا من حق يا عم جاد، انا ما كنتش عارف ان شغل البلاستيك ده سوقه جامد قوي كده. الله يبارك لك. قول لي بقى علشان انت اللي عارف كل حاجه، ليش عندك شويه بلاستيك صيني في المخازن احسن؟ انا الزباين نازله عليا وانا خلصت كل الطلبيات اللي كانت عندي، كوبايات واطباق وكل البلاستيك. صورت بقى اكتر من ادوات كهرباء، حاجه غريبه قوي. ليش عندك شويه في المخزن؟ ما كانش يتعز يا حاج سيد، انا كان عندي شويه كده جمله بعتهم وقبضتهم كاش. انت عارف البضاعه السليمه ما بتقعدش، وانا بضاعتي سليمه يا حاج سيد. الله عليك وعلى بضاعتك. طبعا ما انت تاجر بجد، والتاجر الشاطر يقلب التراب ذهب. اسم الله عليك يا حاج. عقبال النجا. تحت امرك يا حاج. كلمتين اللي عايزها مني. ابوك يا كمال، ابوك مش سايبني في حالي. سيد الدقاق بيحط ايده في ايد عدوينه وبيدفع رشاوى عشان يخسرني الجلد والصمت. طب وانا اقدر اعمل ايه؟ صدقني لو في حاجه اقدر اعملها لك مش هتاخر.
نفسي يا كمال، نفسي اشوفك واقف في وسط الوكاله كده راسك براس الواد اللي اسمه يوسف الدقاق ده وبتدور الشغل، علشان اي حركه قذره منهم تنده بعلو صوتك وتقول لا لا، الحاج جاد ما يتعملش معاك كده، الحاج جاد راجل مجدع في السوق. طب وانا هوصل الوكاله ازاي؟ ما هو عشان توصل الوكاله يا كمال لازم توصل الفيلا الاول عشان تاخد حقك انت وامك. الساكت عن الحق شيطان اخرس. تفتكر يعني لو عملت كده ابويا يقف يتفرج؟ لو حس انك عظمه ناشفه هيخاف ويكش منك. نفسي يا كمال تتكلها العين من عينيا والاقيك جوه الفيلا بتطلب حقك انت وامك. ما تخافش يا تيمو، انا واقف جنبك وفي ظهرك. والله الموضوع ده كان في دماغي، بس انا اصلي ما احبش ادخل حاجه مش عارف اخرها ايه. عموما سيبني اقلبها في دماغي كام يوم كده وهرد عليك. امسك يا كمال الكارت ده، ده معرض سيارات. روح هناك هيدوك عربيه. هعمل بيها ايه؟ ده بتأجر في الشهر بكام عربيات علشان تخلص مشاويرك؟ يعني مرة 2000 3 ساعات 4. هتدفع 2000 واكتب شيكات وكمبيالات على نفسك ومالكش دعوة بالباقي. أنا واقف جنبك زي ما قلت لك. بس كده كتير قوي يا حاج. أنت غالي عليا كمان، ما تقلقش من أي حاجة. ربنا ما يحرمناش منك. السلام عليكم. سلام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عارفه انا جاي من عند مين دلوقتي؟ مين؟ الحاج جاد. خير، كان عاوزك في ايه؟ عايزني اروح اقعد في الفيلا غصب عن عين ابويا. قال لي لازم تاخد حقك وحق امك، وانا بصراحه مقتنع بكلامه. احنا يا ماما فضلنا ساكتين سنين طويله وما خدناش حاجه. آن الاوان بقى نجرب ناخد حقنا بالقوه. والله قوة ايه يا ابني؟ وانت قد ابوك؟ قد ودود كمان. طالما معايا الحق يبقى ربنا هينصرني. وايه اللي خلي الحاج جاد دلوقتي يفتح معاك موضوع زي ده؟ الظاهر ان هو مخنوق من ابويا علشان خسره بجلده والسقط في السوق وعايز يتشفى فيه. وانا بصراحه شايف ان دي فرصه ما تتعوضش. فرصة ايه؟ مش فاهم. ما هو اصلا انا كده كان هيجي اليوم اللي هروح اقعد فيه في الفيلا على قلبه. لما ادخل عليه وانا مسنود بواحد تقيل زي الحاج جاد يبقى كويس قوي. هو قال لي كده بلسانه. قال لك ايه؟ قال لي ما تخافش، انا هكون في ظهرك. وعلشان يثبت لي ان هو مش بياع كلامه خلاص قدم السبت معايا. ازاي يعني؟ اتوسط لي في بيعه عربيه بالتقسيط. خدتها بسعر حلو قوي، عربيه لقطه. يعني لو حبيت ابيعها دلوقتي هغطي الاقساط بتاعتها وهكسب فيها كمان. بس انا هخليها علشان تنفعني في شغلي. يعني جبت العربية فعلا؟ جبت العربيه فعلا واقفه تحت البيت. ألف مبروك يا دنوي، يجعلها قدم سعد وخير عليك يا رب ويرزقك يا ابني. ها يا ماما، رايك ايه في اللي انا قلته لك؟ والله ما أنا عارفة يا ابني أقول لك إيه. لا أنا قادرة أقول لك روح عند أبوك لا يأذيك، ولا أنا قادرة أقول لك اقعد هنا وسيب حقك. لا يمكن هسيب حقي يا ماما. انا صبرت كتير كتير قوي. ليه يا ست ام دلال؟ امال فين دلال؟ في اوضتها يا حاج بتاخد حقنه. حقنة ايه دي؟ مهديه. مهدية؟ اه. لا اله الا الله. ليه مالك؟ اعوذ بالله. ايه بعد الشر؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره. اسمعيني. اطلع بره من هنا، مش عايزه اشوف وشك تاني. اطلع بره. لا اله الا الله. خلاص انا اعرف احسن. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه الحكايه؟ بنتك انخبطت في عقلها ولا ايه؟ اتفضل اعمل لك فنجان قهوه يا حاج. قهوة ايه ودلوقتي قهوة؟ بس ايه البنت مالها؟ جرالها ايه؟ معلش يا اخويا معلش، عصبيه شويه. عصبية ايه؟ ايه زعقتي كده ليه؟ في ايه؟ هي اصل الحاله دي ما بتجيلهاش الا لما حد يدوس لها على طرف ولا يبعجر مزاجها. هو حد يقدر يدوس لها على طرف بنتك دي؟ انت يا حاج. انا برضو؟ طب ازاي بقى؟ في بنت من عندنا من الحي هنا بتشتغل في مصنع قريب من الوكاله عندك، شافتك يا اخويا وانت بتركبها العربيه. يا سلام. طب وبعدين؟ قعدت تلسن يا اخويا في الحته،
ايش يمين وايش شمال، القريب والبعيد، وانا معديه الوليه صاحبه الكشك راحت قايله لي الكلمتين اللي هم رحت شابطه في دماغها. الوليه بتاع الكشك اتاريها وانا طالع قعدت تلقح بالكلام كده وما فهمتش، قعدت تقول مش عارف عرفي وبعدين مسيار وكلام ما فهمتش منه حاجه. وبعدين دلال بنتي كلمتني في التليفون، لقيت لي منهاره مخنوقه، البت يعني امها جت جري وراحت ماسكه الوليه قطعتها ضربتها. دي مسحت بيها الارض يا حاج، دي داست عليها برجليها. دلال؟ طبعا يا حاج، ما هي دلال بنتي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يديها الصحه والعافيه. يخرب عقلك يا دلال. بس برضو يعني اهل الحته معذورين يا حاج، شايفينك يعني طالع نازل عندنا يعني، وحتى لما فكرت تكتب الكتاب خدتنا عندك، يعني لا حد شاف ولا سمع، زي ما نكون عاملين عامله. ولما ده حصل ما جبتيش ليه القسيمه وحطيتيها في عين التخين فيهم؟ ما انا كنت ناوي اعملها، بس بنتي قالت لي لا، على جثتي ياما اعمل اي حاجه تزعل جوزي. يا عيني عليك يا دلال، ست محترمه بجد ومحترمه جوزها. بقول لك ايه، ما دام وصلت للدرجه دي ابعتي هاتي نور، وعايزين نولع الحته دي كلها كله نور، وبعدين هاتي الشربات وزغرط لنا زغرطين خلي الناس تعرف ونفرح بقى. ربنا يخليك لنا يا حاج ولا يحرمناش منك ابدا. اطباق اللي هتغسلها بدال يا وحيد، يا ابني هتتاخر على شغلك في الوكاله يا حبيبي. مش هروح الوكالة تاني. ايه؟ مش هتروحها تاني؟ ليه؟ بهدلت ومش قادر استحمل. طب ما انت هنا بتتبهدل برضه، ما كل حاجه بالتعب يا ابني. ايوه يا دوسة، بس هنا انت موجودة، حسونة، جنة، سمر، انما هناك بوزي في بوز. اكتر اتنين بيكرهوني، سيد ويوسف. هو انت لحقت يا وحيد؟ مش يمكن يا ابني الامور تتغير وتلاقي راحتك هناك؟ وبعدين يا وحيد، انت مش كان نفسك يا حبيبي انك تشتغل ويبقى لك كيان وتقبض مرتب كل شهر؟ مرتب كله ذل ومهانة بناقص منه، مش عايزه. هعمل ايه بالفلوس يا دوسة؟ خلوني هنا اخدمكم بلقمتي، والنبي يا دوسة، والنبي يا دوسة مش عايز اسيبكوا تاني. اطلع بره، مش عايزه اشوف وشك تاني. بقول لك يا بنت مش عايز شويه دول، مش عايز اسمع صوتك خالص. ولو سمعت صوتي يعني هتعمل ايه؟ يا سلام، هتعمل ايه؟ اوريك انا هعمل ايه. انا ممكن اكسر رقبتك واكسر دراعك. اي هو انت كده دايما يا حاج تتعافى عليا؟ سيب دراعي بيوجعني. انا اتعافيت عليك دراعك بيوجعك يا حبيبتي. ياما. نعم. اقفلي. اكيد انتوا بتسالوا نفسيكم انا جماعكم ليه بربطه المعلم كده. عندي خبر مهم عايز اقوله لكم. خير يا حاج؟ انا اتجوزت. مالكم نزل عليكم سهم الله كده ليه؟ ايه ما بتتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظريه راي يا حاج يعني، بس يعني ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك انت كمان يا سي يوسف. انما انت ما قلتيش ايه رايك يا حبيبتي يا سمر؟ علشان انا ما اقدرش اقول حاجه يا بابا، دي حاجه ترجع لحضرتك. المهم بس ان محدش يضايقنا ولا حد يفرض رايه علينا. لا بصراحه انا يعني عايز افهم رايك اكتر من كده. يا بابا انا قلت لحضرتك دي حاجه ترجع لك. ترجع له. من حقك تعمل اللي انت عايزه، تتجوز زي ما انت عايز، بس محدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحده تانية تدخل مكانها. ايه؟
وهي كمان عايزه تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا. ده اللي كان ناقص بقى. شفت والنبي يا حاجه فردوس الراجل وعمايله. استنى على انت، مالكش دعوه خالص. وانت مالك يا وليه يا حشريه؟ انت قاعده معانا بتعملي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعده بتخدمي العيال، ولولا الوصيه بتاع المرحومه اللي وصت عليكي كنت قلت لك خلصينا. قاعده معانا ليه؟ اطلعي بره، الباب يفوت جمل. كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاكوا وفي خدمتكم تقول لي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي عشان حسيت ان انا واحده من البيت ده. حرمتي نفسك؟ حرمتي نفسك من ايه يا وليه يا خرفانه؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا يا حاج، اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشيه. يا حاجه فردوس مش كده، الله دي ساعه شيطان وهتخلص. بقى كده يا بابا. محدش كلام خالص، في 60 داهيه. يا دوسة عشان خاطري يا دوسة افتحي بقى. على فكرة انت لو سبتي البيت ده انا مش قاعدة فيه ولا سنة. عشان خاطري بقى يا دوسة افتحي. يا دوسة ما تزعليش عشان خاطري، افتحي بقى والنبي. يا ست الناس انا اسفلك بالنيابة عن بابا، ما تزعليش بقى. عشان خاطري هو ما يقصدش، انت عارفة هو دايما بيعمل كده. لا، ابوك يقصد كل كلمه قالها. طب ما هو ياما ضربني، سبت له البيت. انا غيرك خالص يا وحيد. يا ماما فردوس انا بجد ما اقدرش اعيش من غيرك. هحكي لمين مشاكلي ومين هيقف جنبي؟ لو بابا ضايقك فكري فيا، هعمل ايه لو سبتينا؟ وانا ما اقدرش اسيبكوا ابدا، بس اعمل ايه بعد كل اللي قاله ابوكي؟ طب انا هروح له، هقول له دوسة مش هتمشي، وهخليه يجي يبوس راسك ويترجاكي تقعدي. استنى بس يا وحيد، استنى يا حبيبة قلبي، علشان خاطري بقى ما تضايقيش نفسك كده، امسحيها فيا. انت قلبك ابيض وجميل. خلاص بقى يا قمر، خلاص عشان خاطري. هي دادا لسه زعلانه ولا ايه يا سمر؟ شفت بقى عماله صالحها وهي مش راضيه، ينفع كده؟ بصراحه انتوا عيال تسد النفس. سيبك منهم يا دوسه وخليكي معايا انا. طب انا عايز اسالك سؤال، لو انت مشيتي مين اللي يعمل لي بقى الاسكالوب اللي انا بحبه؟ انا اتهنت قوي يا ايهاب، ابوك جرحني، كل مره بيجعجع على الفاضي، بس المره دي كلامه كان جامد قوي. وانا عشان خاطر وصيه والدتكم الله يرحمها والعيش والملح اللي بيني وبينكم وحبكم اللي انا شايلاه في قلبي مش هسيبكم، هفضل معاكم. يعني خلاص يا دوسة صافية اللبن؟ لا ما هو بصي بقى، انت لو ما ضحكتيش يا دوسه انا بقى هضحكك بالعافيه. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وبابا بقى سيبهولي انا هقرص لك ودانه وهخليه ما يعملش كده تاني ابدا. طب يلا رجعي الهدوم مكانها يا ست سمر. انا بجد ما عرفتش انت غاليه علينا قد ايه لما فكرتي تمشي. ربنا يخليكي لينا يا دوسه. خلاص يا جماعة بقى، سيبوا دوسة انا جاي اودعك يا وحيد، انا راجعه بلدنا الفيوم. انت سبتي الشغل ولا ايه؟ لا بس الناس اللي شغاله عندهم في الفيلا قفلوها وسافرين بره. طب انا هشوفك ازاي؟ مش عارفه بقى يا وحيد، ده انا حتى مش عارفه هرجع البلد عند مين، وانا يا اخويا يعني مقطوعه من شجره وما عنديش حد وما عنديش الا ابن عم واحد وما برتاحلوش. انت سرحان في ايه يا وحيد؟ تعالي معايا. على فين؟ هكلم لك الحاجة فردوس. بجد يا وحيد؟ تصدق بالله يا وحيد انت لو عملت لي الخدمه دي والله العظيم عمري ما هنساها لك ابدا. هتعملي لي ايه بقى؟ هقول عليك انك ابن زواد صحيح ومش غلبان زيي. طب ما انا كده فعلا. ايه الجديد؟
ما يلا يا وحيد، انت هتذلني ولا ايه؟ ما تقوليش كده ابدا يا جنة. طب بقول لك ايه، تفتكر الحاج هيوافق؟ يعني يا بنت ما زعلتيش اي حد من اصحاب الفيلا؟ لا والنبي يا حاجه، دول حتى لسه موجودين، ممكن تساليه. طب وكنت عايشه مع ابن عمك في الفيوم ليه؟ ابدا يا حاج، انا اصلي يعني لا مؤاخذه يتيم. يا حبيبتي، طب قولي لي كنت بتشتغلي فين قبل ما تشتغلي عند جيراننا دول؟ والنبي ما كنت بشتغل. معاكي بطاقه يا بت؟ ايوه طبعا معاي. اسمك وسنك وعنوانك. انا اسمي جنة الشربيني، عندي 22 سنه، من الفيوم. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. قتلتي لي يا بت. يا نهار اسود ومنيل. ما تنكريش. ايه اللي بتهببه ده يا وحيد؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت حاجه ناقص تعملي لها فيش وتشبيه. انا ضامنها يا ابني. الضامن هو ربنا. على العموم انا هكلم الحاج سيد واقول له انا وحسونه محتاجين اي حد يساعدنا في المطبخ. عليا النعمه انت كده. وانت كده. شكرا. كمل انت بقى. حسونه حط لها تاكل. لا، ولو ان انا مانع ان حد ياكل هنا في المطبخ عشان برستيجي، انما عشان خاطرك ماشي اوكي. بقول لك ايه، احتفالا بوجود جنة معانا بقى، سمعنا حاجه من حاجاتك. ايه ده؟ هو سي وحيد بيغني؟ ده انقح. طب والنبي سمعنا حاجه يا سي وحيد. سمعنا حاجه عن الحاج سيد. ليه السيره دي بس يا حسونه؟ حاج سيد هسمعك. يا طير يا عالي في السما طز فيك، تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود تمص فيه حلو ويمص عليا انا وحيد يا حاج، وحسونه كمان طالب حد يساعده. المهم سلامتك انت يا حاجه. طيب ما تشوفي اي حد يساعدك. في بنت كانت بتشتغل جنبنا في الفيلا اللي جنبنا على طول، وبنت كويسه قوي انا اعرفها، والناس دول هيسافروا ويسيبوا الفيلا، ممكن اجيبها؟ طب كويس. وهي فين البنت دي دلوقتي؟ ثانيه واحده يا جنه. جنه ايه يا حاج؟ تعال. اهي يا حاج. سبحان الله، دي جنه. وليه يا بنتي انت كنت بتاخدي كام عند الناس اللي كنت عندهم دول؟ 1000 جنيه يا حاج. لا اله الا الله. 1000 جنيه؟ ده انا اجعص محاسب عندي ما كانش واخد 500 جنيه. انا تشوفوا يا حاج. طب على خيرة الله يا مدام اللي اشوفه. بص بقى، انا عندي مشوار وبعدين هسافر. لما يجوا من بره قول لهم ان انا سافرت خلاص. تروح وترجع بالسلامه يا حاج. مع الف سلامه. الله يخليك يا حاج. قال ايه؟ خلاص الحمد لله وافق يا وحيد. النبي منورنا يا حاج النهارده. ده نورك يا حاجه من يد من عدمها. النبي مش هنوصيك على كمال يا اخويا. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ كمال ده في عينيا الاتنين. امسك يا كمال. امسك. ايه ده؟ دي كمبيالات قسط العربيه. دفعت لك 3 شهور. ليه كده بس يا حاج؟ ليه كده ايه بس؟ انا عاوز دماغك تبقى فاضيه، مركز. انت داخل على موضوع مش سهل. ربنا يقدرنا عليه ان شاء الله. انا جالي فكره كده عاوز اخد رايكم فيها. اتفضل يا حاج. عاوز اضرب شيك كده واديه للسيد الدقاق، عشان انت لما تخش عليه وانت مخنوق ومتظبن تخيل عليه. اعمل اللي تعمله يا حاج، احنا واثقين فيك. اصل ابوك ده كمال ما تجيش معاه عدل ابدا. واسال امك. من غير ما اسال يا حاج. قول لي بقى ناوي تعمل ايه؟ هقول لكم انا ناوي. مش هاخد من وقتك كتير، هما كلمتين 2 وهمشي على طول عشان ما اضيعش وقتك يا حاج. كلمتين ولا 10؟ هو انا هعد عليك الكلام يعني؟
ابنك كمال. ماله كمال؟ وبعدين انت ايه علاقتك بيه؟ اتورط معايا كده في شغلانه وخسر فيها، وكاتب على نفسه شيك على بياض وواصله امانه. مش فاهم، ما دخل ايه بالموضوع ده؟ لا ما انت عارف يا حاج، انا ما بسيبش حقي ابدا، وقلت بدل ما ارفع قضيه على ابنك اجل الكبير الاول واخد رايك. بقول لك ايه، ارفع القضايا اللي انت عايز ترفعها. لا يا حاج ما تقولش الكلام ده، وشكلك قدام الناس في السوق والصحافه اللي بتموت في الفضايح. صحافة ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. ليك يا حاج، انا جيت لك بس عشان شاري خاطرك، شاري خاطرك قدام معاليه، قدام معالي الوزير لما يعرف ان ابنك حرامي ونصاب ورد سجون. انا من رايي يا حاج بقى تاخد ابنك كمال كده تحت باطك وتداديه وتحل له مشاكله. جاد، انا ما احبش حد يتدخل بيني وبين ابني. ماشي يا حاج، انا قلت اللي عليا، بعد اذنك. تعالى يا عم جاد، اذنك ايه؟ انت هتطمس ولا ايه؟ يا راجل، اصل الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش، وانا مش عايزه يطمع فيا. بعد اذنك المدام لازم ارد. طبعا، امال ايه؟ رد يا سيدي. ايوه يا حبيبتي، ايوه انا عند الحاج سيد الدقاق. سلم لي عليها، سلم لي عليها. الحاج سيد بيسلم عليكي. بتقول ايه؟ بتقول لك ايه يا حاج؟ انت هربت من العزومه بتاعتك ولا ايه؟ هربت ده ايه؟ هات هات. الو. ايوه يا ست الكل، انا معقول اهرب؟ لا ابدا، العزومه متعنالك، والله متعنالك في المكان والوقت اللي انت تحدديه. ماشي ماشي يا ست الكل. انت عايزه جد؟ مع الف سلامه، مع الف سلامه. اتعب. ايوه يا حبيبتي. دي قفلت. طبعا، ما هي كلمتني، هتعوزك في ايه؟ ماشي، خلينا في موضوعنا. قلت ايه بقى في المشوار بتاع كمال ابنك؟ بقول لك ايه، الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش. انا دلوقتي دماغي مشغول مش فاضي، سيبني اسبوع كده وانا هبعت اجيبه واشوف ايه حكايته بالظبط. يعني كده اعتبر فلوسي موجوده، الدار امان. عدم المؤاخذة يا حاج سيد. ايوه. المحاسب بتاع الحاج محمد نصار بعت لسعادتك الشيك ده، وبيقول لك الحاج محمد بيبارك لك على الجواز، وبعت لك العلبة دي يا حاج. علبة ايه دي؟ دي ابوك يا حاج بيقول لسعادتك الحباية منها تخليك حصان. خلاص. ده اتجوزت ولا ايه يا حاج؟ الله، انت اخر من يعلم ولا ايه؟ ده المسكي كله عارف يا راجل. لا والله ما اعرف. ومين دي بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله الست. انت مين؟ مالك بتتلفت كده زي الحرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ هو في حرامي شكله كده ولا لابس كده اصلا؟ هم يعني بيفصلوا اللبس مخصوص للحرامية؟ انت مين؟ انا فادي زميل سمر في الجامعة، احنا قلقنا عليها قوي في الجامعة فقلت اجي اطمن عليها. تعالى معايا، انا عايزك في كلمة سر. سين، انت جاي هنا تعمل ايه؟ لما اقول سين تجاوب على طول. جاي اشوف سمر والله. انا كمان سين بقى. مين حضرتك؟ مالكش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ يعني مالكش دعوة، تجاوب بس. تعرف سمر منين؟ سمر زميلتي في الجامعة. تعرفها من قد ايه؟ يا عم هو تحقيق ولا ايه؟ ايوه تحقيق. سمر تهمني، اي حد
يعرف سمر لازم اعمل له كشف هيئة، ولو سقطت هتبقى النتيجة صعبة. صعبة ازاي حضرتك؟ يا وحيد، ايه يا وحيد اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابني اللي بتهببه ده؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ لا اله الا الله. بس يا وحيد، بس يا ابني حرام عليك. ايه ده يا وحيد؟ ده معقول انت بتعمله ده يا ابني؟ اصل العرض غالي قوي يا حاج. طبعا يا ابني العرض غالي قوي بجد. انت راجل. بيتك انت اتجننت؟ كنت هتجنن لما كنتش شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما. مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ طيب اتفضل خلصني، اتفضل يا مجنون. ايه التهييس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما. كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود، بس في احساس تاني جوايا اقوى منه يا سمر. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفه، يمكن ازعل على حسب اللي هتقوله. وحيد، وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد، وحيد تعالى يا وحيد. وحيد حرام عليك يا وحيد. في ايه؟ يا وحيد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا ولد؟ وحيد هتعمل ايه؟ الغدا جاهز. ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. كمال خلي بالك من امك قوي. حاضر يا حاج. مش هتحبه. رجعتني سنين طويلة يا كمال يا ابني. ان شاء الله يا ماما اللي جاي هيبقى احسن. بقول لك يا ست سعاد، دلوقتي انا سمعت ان الحاج عبد الحافظ عايز يبيع الفيلا دي بكل اللي فيها، ما تيجي نشتريها؟ وهنجيبوا الفلوس بس منين يا سيد؟ يا سلام، ما انت عندك حته الارض اللي مركونه دي، بيعيها نشتري الفيلا والقرشين اللي يفضلوا نتاجر فيهم. بيع الارض ده عايز مناهده، وانا مانيش قادره، مش قادره نسلك طولي زي ما انت شايف كده. وانت مالك بالمناهده دي؟ اكتبي الارض باسم انا، وانا اتعرض لهم وابيع واشتري واعمل كل حاجه باسمي، مالكيش انت دعوه. وامرني يا سيد. يا ست خدي الواد كمال ده وغوري من هنا، انا اتجوز واحده اتنين تلاته شرع الله على كيفي. ما تكرشنيش يا سيد، ملاقيش غيرك يا سيد. وبعدها لك بقى، ما انا طلقتك، هتقعدي هنا تعملي ايه؟ بس دي فلتي نسيت. اثبتي بقى انها فلتك، الارض بتاعتك بعتيها والفيلا دي انا اشتريتها باسمي، فاهمه ولا لا؟ بالسلامه يا بيضه. مالك يا ماما؟ سنين يا كمال، الدنيا بتلف بيا يا ابني. يا وحيد يا جماعه اللي هنا، ممكن تقولي بقى هتعمل ايه في جريدة المصريين؟ حبيبتي طالما جورنان بيعبر عن وجهة نظر حزب يبقى ده اعلام موجه، وانا ما بحبش اشتغل في جرايد بالشكل ده. ايوه بس المهم انك تكتب، ولا انت بقى هتفضل قاعد في البيت مستني الاسرار لما يكلموك؟ لازم ارجع يا ريم، وبعد كده ممكن اقدم استقالتي. انا ما بحبش اتهزم بسهوله. كل ده بقى عشان باباك اتدخل في الموضوع؟ لا، عشان يوسف بيه ما يحسش انه هزمني. قولي يا ايهاب،
هو انتوا علاقتكم مش حلوه ببعض؟ ساعات. الف حمد لله على سلامتك يا ام كمال. الله يسلمك يا فردوس. طيب نجيب لك دكتور؟ لا لا يا بنتي، ده أنا الحمد لله بقيت عال خالص. الحمد لله الحمد لله. طب خد اشربي ده. تسلم من كل راضي يا ابني. امال الحاج سيد فين؟ مسافر. طب وايهاب؟ خرج. اكلمه لك على الموبايل؟ يا ريت. طب خلينا اكلمه. حاضر ثواني. اهو بيرن. طب ادهوني. اتفضلي. ما بيردش. سرحان في ايه؟ بفكر في اللي ناسيني. ومين بقى اللي ناسيك يا مرهف الحس؟ حد صاحبي قاعد جنبي ودماغه ناشفه. ده انت رايق على الاخر. بقولك ايه، انت هتعمل ايه مع رئيس التحرير بتاع جريدة المصريين؟ قبل اقعد معاه واشوف عايز ايه. برافو عليك. ايهاب، مفيش اخبار جديدة عن باباك؟ مفيش. يظهر ان في حاجه مهمه. ايوه يا سمر. حاجه فردوس؟ خير. بتقولي ايه؟ تصدق يا يوسف بيه كنت هنسى واكتب اسم الحاج سيد الدقاق على الشيكات. لا يا راجل انسى بقى الاسم ده خلاص. من هنا ورايح الشيكات هتتكتب باسم يوسف سيد الدقاق. تمام يا ملك، الشيكات كلها جاهزه، اتفضل. شكرين يا دكتور. العفو. شكرين يا دكتور. هتظبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله. نورت يا دكتور، حصلت البركه. متشكرين مع يا الف سلامه. شكرا يا يوسف بيه. سلام عليكم. مع السلامه. شكرا قوي. ازيك يا يوسف؟ ايه ده ايهاب الدقاق في وكاله الدقاق؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ القطه كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبه شكلها هتحصل، قلت اجي ابلغك بنفسي. خير. كمال الدقاق يا يوسف. ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا. جاي يقعد في الفيلا يعمل ايه يعني؟ والحقيقه انا ما اعرفش هيعمل ايه، هو جاله الجورنال من يومين وقال لي يوسف ايه؟ في ايه اللي واجع لك دماغك كده؟ بقول لك ايه، مش ناقصاك انت رخرة. حوار كمال اخوك مش كده؟ دبره زن على خرابيشه. انت الموضوع ده معكنن عليك قوي، مخلي مزاجك مش مظبوط. بس انا فاهم الصنف ده، انا فاهمه وعارشه وعارفه. يقعد يعمل ايه بقى؟ يتمسكن بعدين فجأة تلاقيه حط مناخيره في كل حاجة. طب وإيهاب مش بيحط مناخيره؟ مع انه ساعات بيبقى رزل وخنيق، بس انا بفوت له بالراحة عليه. خلاص انسى بقى، تبات نار تصبح رماد. ايه ده؟ سوري يا يوسف. انا ما كنتش فاكر ان حد هنا، انا اسف. اتفضل يا بوب. راح فين؟ تعال يا بوب. معايا ناس بره سوري. طب وايه يعني؟ الشقة تساع من الحبايب ألف كده يعني؟ نهى اقفلي الباب وراك. اهلا بالانسه. اهلا يا مساء الخير يا جماعه. مساء الفل. اهلا يوسف اخويا. اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ شوشو. اهلا يا شوشو. ازيك يا نهى؟ ازيك يا ايهاب؟ ازيك انت يا شوشو؟ على فكره يوسف كان لسه بيشكر لي فيك قوي دلوقتي. والله يوسف ده حبيبي. تصدقوا يا جماعه طول الطريق وبرضه بوب عمال يشكر في يوسف. حبيب قلبي يا بوب. كويس انك جيت على هنا، علشان لو قعدت قدام كمال ده الدنيا كانت هتبوظ اكتر. انا بيني وبينك رحت لابوك، لقيته ما سافرش، لقيته عندها. بجد؟ وقلت له؟ لا قلت له ايه، ما قلتلوش حاجه طبعا. لقيت مزاجه متعكر قوي وما عندوش استعداد يسمع اي حاجه. قلت ما اقول له لعلمك انا هخلص المشوار ده بنفسي. بات معانا يا بوب. مش هينفع للاسف، نهى لازم تروح. الله؟ ليه كده؟ اصل نهى من اسره محافظه. يا راجل لا ده انت تسيب لي المحافظه دي وانا اقوم بيها كلها.
مين؟ يوه اخصى عليك خضتني. نعم اخص عليا. انت هتراجع معايا ولا ايه؟ اقصد يعني اخصى عليا انا. انت مين؟ انا بشتغل هنا جديد يا استاذ ايهاب. انت عارفه اسمي كمان بقى؟ ايوه، ما انا كنت بشتغل في الفيلا اللي جنبيكو وكنت بشوفه في جنينه، وكمان وحيد بيقول لي عنك ان هو بيحبك قوي. وحيد قال لك عني ايه؟ بيقول لي يعني ان هو بيحبك قوي وانك بتكتب حاجات كتيره كده في الجرانين والحاجات دي. بقول لك هو الحاج شافك؟ وشغلني كمان. شافك وشغلك؟ تمام. ما قلتليش بقى اسمك ايه؟ انا اسمي جنة يا استاذ. جنة؟ جنة نار ما تفرقش. انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ما جاليش نوم، والست فردوس قالت لي يعني لو ما جالكيش نوم اقعدي نضفي شويه في الفيلا، وانا خلصت. مش عايز حاجه؟ حسوني انام؟ ايوه. تحب اعمل لك عشاء؟ تعرفي تعملي سكالوب؟ 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 طب اعملي لي اومليت. اومليت؟ انت مش قلت سكالوب؟ سكالوب واومليت الاتنين واحد. السلام عليكم. نورت المزرعه يا يوسف باشا. ده نورك. كده ينفع الواد عنتر يعمل فيا كده؟ دي حاجه بسيطه يا باشا. انا عارف. فين المعلم؟ موجود يا باشا، اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا دي النور يا دي النور. نور ايه بس يا مخلص؟ انا 100 مره قلت لك ما بحبش ضرب النار ده اول ما اجي يا اخي. يا باشا تحيه ليك يا باشا. طب اسمع عشان انا مستعجل دلوقتي. انا في مشوار عايزك فيه. في حفله هتتعمل في مركب من اللي هم المراكب ال5 نجوم دول اللي في النيل. انا عايز رجالتك دلوقتي يظبطوها ويأمنوها ويركنوا العربيات، يعني يظبطوا الدنيا. وانا جبت لك معايا العربونه اهو. اتفضل. من يد ما نقدماش. ومستعجل ليه يا باشا؟ بقول لك ايه، بعد موضوع العزومه ده ما يخلص انا هعوزك في مشوار تاني، بس هيبقى صعب شويه. الصعب يسأل عشان خاطر عيونك يا جون. بس انا بصراحه يا معلم في واحد معكنن عليا حياتي، مش انا بس، انا والحاج كمان. يرضيك كده يا معلم؟ لا طبعا، دي احنا نعكنن عليه حياته وحياه اهله كمان. ماشي. واحنا مش هنختلف في حاجه يا معلم. عمرنا ما هنختلف يا جون. بس مين الشخص ده؟ اخويا. هتاخد تاكسي لحد هناك، هتلاقي هايدي صاحبتي اللي انا قلت لك عليها، هتلاقيها مجهزه لي ورق المحاضرات، تاخده منها وتيجي على طول. ماشي؟ تاكسي؟ ايوه. هايدي محاضرات اجي على طول. اسم الله عليك. وبقيه الفلوس بقى اللي انا اديتها لك دي تجيب بيها بقى كل الكتب والجرايد اللي انت بتحبها وبتقراها. لا، بقيه الفلوس هرجعها لك. ايهاب بيجيب معاه جرايد وهو جاي. بتوفر لي يا وحيد. ربنا يخليك ليا. بس المهم تخلي بالك على نفسك وتيجي على طول. ماشي؟ ماشي. سلام. سلام. تاكسي هايدي محاضرات اجي على طول. هتديني ستاف جديد طازه لسه ما نزلش السوق لحد دلوقتي. لا والله. طالع هيثم جبته منين ده؟ انا كل ما اجي اشتري الاقيه مضروب. يا عم اشرب بس بقى وادعي لي بقى. قدام الناس كده؟ قدام الناس ايه يعني؟ قدام الناس ده حشيش يا ماما، بني ملوش ريحه يعني. طب انا ماليش نايب، ما تديني واحده. حبيبتي ايه جاهزه؟ دماغ غادي هيثم. وطوا صوتكم هتفضحونا. معاك فل. انتوا بتشربوا ايه؟ في ايه يا ابني، انت عبيط ولا ايه؟ بس سيبه يا اياد، ده الواد اللي بيشتغل في فيلا السمر ده الجنايني تقريبا. ما تقولش جنايني.
ايوه دي سمر قالت لي هتبعت حد من الفيلا ياخد ورق المحاضرات. ايوه انتوا ما قلتوليش بتشربوا عاجباك قوي كده؟ انا متاسف. اصلا انا كنت قاعد مستني، يعني قلت اضيع وقت لحد الحاج ما ينزل، بس الحقيقه هي تحفه فنيه. ميرسي. بس بصراحه الاصل فيه جمال وفن اكتر من الصوره. ده شعر ده ولا ايه؟ ابدا والله، انا بقول اللي انا شايفه. سمعت عنك كتير قوي، بس ما كنتش اعرف ان انت ذوق كده. بجد؟ يبقى اكيد الحاج هو اللي كلمك عنه. عموما هو نازل لك دلوقتي، استأذن. معقولة الحاج عنده بنت قمر كده؟ صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا حاج. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عارف انك مستعجل عشان سايب الحاجه في الفيلا. امسك ده. ايه ده؟ خليه معاك، ما تستعملوش. الواد يوسف معاه واحد زي ده، وطول ده معاك هيكون قلبك ميت. انا قلبي ميت من غير سلاح يا حاج. ايوه يا كمال، بس المظلوم عمره ما بيرجع حقه بالعياط والندب واللط مع الخدود زي الستات. الحق ما بيرجعش الا بالقوه. معاك حق، الحق ما بيرجعش غير بالقوه. والظالم عمره ما قلبه بيرق ولا عينيه بترغرغ بالدموع طول ما المظلوم واقف قدامه عمال يقول له كلام عطف. انما الظالم يا كمال ما بيسمعش في ودنه غير حاجه واحده بس، صوت القوه. لكن بيخاف لما يلاقي اللي قدامه اسد. وانا عاوزك تبقى اسد يا كمال. اوعدك يا حاج ان هما من هنا ورايح مش هيسمعوا مني غير صوت القوه، صوت ما فيهوش لا ذل ولا انكسار، ومش هخرج من الفيلا دي الا على جثتي. بعد الشر عليك، انا احميك برقبتي واقدر احميك كويس قوي منهم، وطول ما انا عايش انا في ظهرك. كمال ده زي اخويا الصغير. سلام يا كمال اخويا. انا متاسف. اصلا انا كنت قاعد مستني، يعني قلت اضيع وقت لحد الحاج ما ينزل، بس الحقيقه هي تحفه. ايه الله، مش تعملي حاجه وانت داخله؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل حواجبي؟ الله، كحي زماري، اعملي اي حاجه ولا خلاص الحكايه بقت سنفسون. بقول لك ايه، القهوه بتاعت الاستاذ ايهاب عامله ازاي؟ زنبوطه. مظبوطه. بتسالي ليه؟ ابدا، هعمل له قهوه فيها حاجه دي. هو اللي قال لك؟ ايوه، وهو نازل تحت قال لي اعملي لي القهوه يا جنة. قول لي بقى، البن بتاعه بقى ايه، فاتح ولا غامق؟ مين؟ انا جنة. ادخلي يا جنة. القهوه يا استاذ ايهاب. بس انا ما طلبتش قهوة. ما انا عارفه، بس انا قلت يعني اعمل لك فنجان قهوه كده يظبط لك دماغك، واذا ما شربتوش مش هيخسر ابقى اشربه انا. طب متشكر يا جنة. ده على كده بقى انت شاطرة قوي. ده انا عاجبك قوي والله. ما نشوف. هو انت بتكتب ايه؟ انا بكتب شغل يا جنة. الله،
اللي بتتكتب في الجورنال؟ ايوه. الا بالحق، هو انت طلعت فعلا في البرنامج اللي في التلفزيون؟ مين اللي قالك؟ وحيد هو اللي قال. الظاهر ان انتوا صحاب قوي. الصراحه يعني وحيد ده زي اخويا، وكمان هو جدع معايا قوي. طيب روحي شوفي شغلك بقى. طب مش عايز تاكل حاجه؟ لا انا مش جعان. طب عجبك الاسكالوب اللي عملته لك؟ عجبني يا جنة، متشكر. ايوه يعني عجبك يعني الاسكالوب؟ ايوه يا ستي روحي بقى علشان اخلص شغلي، اتفضلي. طب والنبي بالله عليك يعني لما تعوز اي حاجه تطلبها مني، يعني انا عايزه اعمل لك كل حاجه بايدي. تمام يا جنة، اتفضلي. والنبي. خلاص يا جنة بقى اتفضلي. طيب. بالاذن يا استاذ ايهاب. خير يا يوسف، ايه اللي جابك؟ بصراحة أصل أنا بصراحة جاي عشان أقول لك إن أنا ظبطت موضوع الحفلة يعني بتاع بنت معالي الوزير وإن كل حاجة 100 فل و14 يا حاج. براو عليك يالا، جدع. بس اعمل حسابك، أنت هتكون معايا ورجلك قبل رجلي في الحفلة دي. أمال إيه يا حاج؟ أمال إيه؟ الله، أمال ما أنا لازم أظبطها بنفسي عشان أرفع راسك قدام معالي الوزير، أمال إيه؟ تمام. بس أنا حاسس كده إن في عندك حاجة عايز تقولها، كنت تقولها في الموبايل. إيه اللي خلاك تسيب الوكالة وتيجي المشوار ده؟ لا مش نظرية حاجة يعني، أصل برضه أنت واخد أجازة من الشغل بقالك كتير ما خدش أجازة، مش عايز أشغل بالك كده بحاجات يعني، وأنت ما صدقت تبعد عن الشغل ومشاكله يا حاج. المهم إيه الحكاية أقول؟ كمال مين يالا؟ كمال ابنك. ماله كمال؟ جاب أمه وجم قعدوا في الفيلا. أمه إيه وفيلة إيه اللي قعدوا فيها؟ فيلتنا يا حاج. فيلتنا؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ كمال وأمه يعني إيه؟ الكلام ده حصل امبارح يا حاج. امبارح؟ وإزاي ما تقوليش على طول؟ يا حاج ما أنا جيت أقول لك لما كان حفظي قاعد معاك هنا، أنت قلت لي لا الدنيا مش هتتهد وسيبني بعدين. لا ده كده الدنيا تتهد وتتدردك وتتنيل بنيلة، ده أنا هخرب بيته وبيت أمه. الله، طب ما انا ما سكتلوش يا حاج، ده انا شبطت فيه وكنت هعمل جنايه معاه، لولا بس ان خاطر نط في دماغي قلت لو الحاج جه ممكن يغلطك ياض، فارجع واقول له. اغلطك ايه بس؟ خلاص اسبقني يلا وانا جاي وراك، انا هخرب بيته وبيت اهله. فيها ايه بقى ان شاء الله؟ الاستاذ ايهاب طلب مني اعمل له قهوه، عملتها له وطلعتها له. وما ندهتيش عليا ليه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كل ما اجي اطلع فوق لازم اخد منك الاذن؟ لا بس يعني كنت تطلعها بدالك. ما تقلقش يا اخويا، لما تبقى رجلي تعطل هبقى اقول لك. ايه يا جنة؟ مالك؟ كلامك مش عاجبني. مفيش يا سي وحيد، اصل الصراحه يعني انت زودتها معايا قوي، واقف لي على الواحده. خايف عليكي. ما تخافش عليا يا اخويا، انا خوف بلد عن اذني. الحاج جه اهو جالك يا عم كمال، جالك يا فتاكه. ايه يعرفك شغل الحاج وصل. كمال يا ابني عشان خاطر اوعى ترد عليه، اغزي الشيطان. ايه ده؟ جرايه وليا؟ انت جاي تلقحي جتتك عليا ولا ايه؟ وجاي لي هنا في فيلتي؟ قومي من هنا بدل ما انت جاي انت وابنك ترمي بناكي عليا. صحيح اللي اختشوا ماتوا. اخرسي قطع لسانك. بس كويس انك جايبه الزفت ابنك معاكي عشان ياخدك وتغور وما ترجعوش هنا تاني ابدا. ابني مش زفت، تقولش عليه كده. ما هو اصل لو انا زفت يبقى العيب فيك انت اللي ما عرفتش تربي. عندك حق، انا فعلا ما عرفتش اربيك، انما انت ازاي يا كلب تجيب امك وتتهجموا على الفيلا هنا وانا مش موجود؟ انا ما اتهجمتش على الفيلا، انا جيت اخد حق امي، حق امي اللي استحليته وبيجري جوه دمك بالحرام. حرام؟ اخرس اخرس يا حيوان! انت اللي 60 حيوان. ماشي انا بقى اوريك مين فينا اللي حيوان يا حيوان. معقوله اللي بيحصل ده يا بابا؟ حضرتك سايبهم يتخانقوا كده وانت واقف؟ سمر مالكيش دعوه انت، ولا خد امك واخرجوا من هنا دلوقتي حالا، والا هخلي الليله دي اسود ليله هتشوفوها في حياتكم. انسى على ايه؟ يعني مش هخرج من هنا الا على جثتي،
وعلى ما في خيلكوا اركبوا انت وابنك ده. للدرجه دي؟ طب اقسم بالله لو ما خرجت انت وامك دلوقتي لهدفنكم مكانكم هنا. تدفننا هنا ليه؟ هو انت بقيت تشتغل تراب اليومين دول ولا ايه؟ تراب يا كلب؟ طيب استنى. ايه اللي انت بتقوله لابوك ده؟ انت تصدق ان انت حيوان فعلا؟ خلاص بس يا اسامه الناس تخاف ولا تختشيش. يا لهوي يا مسكتي يا اختي الشيطان يا حاج ابعدي عن خلقتي. ايوه بابا انت ابعدي يا سما. ما حدش فينا بيا. انا مش طايق نفسي. ولا اخر فرصه قدامك عشان تخرج بره البيت يا كلب. انا مش كلب ومش همشي. يا جدع انت خور، خد امك دي وخور. انت عايز تعمل لنا جناح في الفيلا؟ سيبه يا يوسف، انا هفرغ البندقيه دي في دماغه. يا حاج لا بس انت ساعتها بقى الجاني على روحي ده. انت بترفع سلاح في وش ابوك يا واطي يا ناكر الجميل. اللي هيقرب مني هقتله. انتوا اللي رفعتوا عليا السلاح الاول وانا لازم ادافع عن نفسي. سيبهولي بقى، انت جيت لي بقى. انا اللي هقتلك بايدي وهيبقى دفاع فعلا عن نفسي عشان انت دلوقتي مقتحم بيتي. مش هسيب يا بابا.